السلام عليكم. اليوم بغينا نهضروا على واحد الجيل خاص بزاف، جيل كبر وعينيه محلولة على التليفون والانترنت. هادو هما جيل زد المغربي، اتزادوا ما بين وسط التسعينات حتى ل 2010، ماشي بحال الأجيال قبل منهم عالم بوحده، كيفكروا بطريقة مختلفة وكيحلموا بطريقة مختلفة، وحتى المشاكل ديالهم مختلفة. هما جيل السرعة، كل شي عندهم كيدوز داغية من المعلومة اللي كتوصل في ثواني، حتى للصبر اللي ولي قليل. وليدات وبنات الديجيتال عندهم قوة كبيرة بين يديهم، التكنولوجيا عطاتهم صوت ومساحة، كتلاقاهم في تيك توك، انستغرام ويوتيوب كي يخلقوا محتوى وكي يناقشوا الطابوهات. ما بغيش غير يسمع، باغي يشارك ويكون جزء من القرار، كي يعيش بين جوج عوالم، الأصالة والرقمي المفتوح، توازن كي صنع الهوية، يحافظ على الجذور ويتابع العالم، وفي العمق ما كيطلبوش المستحيل غير فرصة. يلا بنا نكتشف الجواب مجموعين. أول حلم قراية في المستوى، ماشي أحفظ وحط في الورقة، تعليم كيف فتح العقل وكيوري كيفاش نفكروا، أساتذة يفهموهم وتجهيزات حديثة وبرامج كتوجدهم لسوق الشغل، شهادة عندها قيمة كتفتح البيبان. الحلم الثاني الخدمة، ولكن بخلاص ومعنى، يتطوروا ويتعلموا الجديد وتوازن حياة عمل. عديد منهم كيميل لريادة الأعمال، يخلقوا مشاريعهم ويكونوا مديري راسهم. الانترنت عطى الإمكانيات، يبيعوا أونلاين، يصاوبوا محتوى ويقدموا خدمات عن بعد. الاستقلالية المادية، ومن بعدها استقلالية شخصية، داروا بوحده، رمز نضج وحرية، مساحة يعيش فيها كيف بغى، يستقبل صحابه ويبني حياته. ولو كان الحلم بعيد كي بقى نجمة كتواجه الطريق. العيش بكرامة، يقضي الغرض بلا رشوة ولا سيرواجي، ترانسبور محترم، عناية صحية لائقة وأمان للجميع. ما باغينش قصور من ذهب، باغين غير حقوقهم الأساسية وبلاد كتحتضنهم. ولكن بين الأحلام والواقع كاينة هو كبيرة. أكبر تحدي البطالة، قراوا وتكرفسوا وسهروا الليالي، وفي الأخير لقاوا الأبواب مسدودة. شهادة، لكن سوق عامر، أغلب الشركات تطلب خبرة، ما عندكش خدمة حيث ما عندكش خبرة، وما تاخدش خبرة حيث ما عندكش خدمة، سطاجات طويلة بلا مقابل. وفي الأخير رفض مؤدب، كاين ضغط عقليات قديمة. البنت اللي باغى الاستقلالية كتتشاف بنظرة ناقصة، الولد اللي باغي الفن كي يتهزأ، كي يعيشوا بشخصيتين بين العائلة والذات الحقيقية. الضغط والخوف وقلة الفرص كي يزيدوا الحمل النفسي. القلق والاكتئاب والإرهاق واقع، والمساعدة قليلة وغالية، والوصمة ما زالت كتكبل. لكن جيل زد واعي وباغي حلول، ومجتمع يفهم أن الاهتمام بالنفس جزء من الصحة كاملة. سارة من كازا بعد رفضات كثيرة بدأت فريلانسر، واليوم عندها وكالة صغيرة وخدمة مستقرة. أمين من مراكش قرر وكي يطور الفن في الموازاة وبنى جمهور وحفلات. فاطمة الزهراء تحدات الأعراف، واليوم خداما عن بعد وقدوة لبنات منطقتها. هذا القصص ماشي استثناء، آلاف بحالهم كي صنعوا التغيير بالفعل اليومي، ماشي بالشعارات، كل واحد من بلاصته، صانع تقليدي، مبرمج، فنان. جيل زد المغربي هو الأمل، ماشي غير تيك توك وستوريات، جيل واعي ومثقف وعنده طاقة إيجابية. حتى إلا تسدات البيبان، الروح ديالكم شاعلة، ما تبقاش تسنى، تعلم مهارة جديدة، خدم مع صحابك على مشروع، وتطوع، تحرك، تعلم وكبر خطوة بخطوة. وللآباء والأمهات والمسؤولين، سمعوا للشباب، فهموهم وعطيوهم الثقة والمساحة. بلادنا محتاجة لطاقة الشباب وحكمة الكبار، يد في يد. نتا هو التغيير، نتي هي المستقبل. تشبثوا بأحلامكم وخدموا عليها. المغرب دي الغدا بين يديكم، والله المعين.